مرحبا بكم مشاهدينا وحياكم الله ويانا، ونجدد التحية لكم ولكل من انضم لمتابعتنا في هذه اللحظة. وهذه تحية أيضا لكل الأشخاص والأصدقاء اللي يتابعونا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، واللي دائما لهم دور كبير في أن يثرون مواضيع حلقتنا باقتراحاتهم وأيضا بمتابعتهم الحثيثة. معنا الحين موضوع جميل أيضا يعني يعنى بالفن وعوالم الفن، وهم يعني ما شاء الله مجموعة من الشباب اللي كونوا فرقة أطلقوا عليها اسم بانوراما الفنون والمسرح. التقوا حقيقة على حب الفن ويبون يثبتون للعالم أنهم قادرون على تحمل المسؤولية من خلال تقديم إبداع راقي يجذب المشاهدين. معنا حول هذا الموضوع نبيل المازم، ممثل ومقدم برنامج عسى خير، وأيضا الأستاذ شريف أحمد الزعبي، موعد في برنامج عسى خير. أنتم اليوم ضيوفنا في هذه الفقرة، بتحدثونا عن هذا الرابط أو هذا أو هذه الفرقة اللي كونتوها واللي فعلا تهتم بأن يعني تقدم فن راقي. مرحبا بكم ويانا. يا مرحبا، الله يسلمك. طبعا ابتدي بالزميل نبيل، تحدثنا عن الفرقة يعني وكيف بدأت الفكرة ومراحلها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أشكركم على الاستضافة الطيبة، ونشكر يعني التجهيزات جميعها من بداية الاتصال إلى وجودنا حاليا في اللوكيشن. نعم. بخصوص فرقة بانوراما للفنون والمسرح، طبعا نحن شباب كانت لنا خلفيات فنية في المسرح والأفلام القصيرة، فمنا شباب تخرجوا منا بعدهم في الجامعة، ففكرنا ليش نحن ما نأسس مجموعة. فجت الفكرة هاي قبل سنتين وأسسنا مجموعة واخترنا فيها أشخاص معينين وكذا. فمن بعد التأسيس سوينا مسرحية، عمل الحمد لله لاقى إعجاب كبير اللي هي مسرحية روما تحترق، وبعدها سوينا 3 أفلام قصيرة، وبعدها سوينا مسرحية بغض النظر انعرضت من يومين في راس الخيمة، حضرها مدير الديوان الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي. نعم. فالمجموعة فنية مسرحية تعنى بكل أمور الفن، من مسرحيات، من أفلام قصيرة، من برامج، من حتى من فترة بعد فتحنا قسم للموسيقى حتى. ما شاء الله. اي نعم. يعني بهاي السرعة. اي نعم، نزلنا أغنية حتى، وإن شاء الله حتى في صدد أن نسوي عمل موسيقي يكون إن شاء الله مختلف عن الأعمال الموسيقية الأخرى. أنا طبعا مش أول مرة استضيفك نبيل، بس مو متذكرة الموضوع. روما تحترق. مسرحية روما تحترق اللي حضرها الشيخ سلطان. ما شاء الله. اي نعم. يعني شيوخنا دائما يدعمون الفن والإبداع. صحيح. والأدب والفكر والفنون. يعني شنو بأكثر عن شيء، إذا قادتنا هم مهتمين في هذه الجوانب، هاي روحها دفعة قوية وتعطينا أكثر أن احنا يعني نهتم في هذه الجوانب، دام أنهم يهتمون في هذه الجوانب. صحيح. وخصوصا هم قدوة يعني يحتذى بها. نتكلم معاك أستاذ شريف، يعني عملتم برنامج اسمه عسى خير. هي عسى خير، في أغنية تبتدي باسم عسى خير، تذكرونها؟ عسى خير يا عمري. نتحدث عن هاي الفكرة، فكرة هذا البرنامج عسى خير وكيف نشأت. عسى خير. عسى خير برنامج يهتم بقضايا الشباب المجتمع العربي وخاصة المجتمع الإماراتي. احنا طبعا فريق الإعداد، احنا أنا وزميلي اسمه عبد الله الجروان. هو للأسف ما قدر يحضر يعني. القضايا اللي احنا بنناقشها قضايا شبابية بحتة، اللي بتصير معك انت مثلا في الجامعة، في المدرسة، في البيت، في الشارع. نعم. بين الأصدقاء، في الحارة، في المولات، في يعني في كل يعني بنحاول نوصل لأكبر قدر من القضايا اللي تطرح مع الشباب، ولكن قضايا لا تطرح على التلفزيون، القضايا العامة يعني مثلا قضايا مثلا العائلة كذا إلى آخره، لا، قضايا الشبابية نفسها، ما الذي يحدث خلف الكواليس مثلا في الجامعات. ما الذي قضايا طبعا في قالب كوميدي، يعني في قالب كوميدي، مش انه حساس شوي. لا 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 سلبي. لا، بالعكس، قالب كوميدي جدا جدا. حتى السلبية بنقلبها، يعني هاي ثيمة البرنامج، يعني انه السلبية تقلب الى ايجابية في الطرح. يعني حلو. كم عدد حلقات البرنامج استاذ شريف؟ احنا عاملين زي يعني بنحاول نكون شوي مور بروفيشنال، فعاملين اول سيزون 1 يعني 15 حلقة. 15 حلقة نبقى بادين فيهم يعني. وصلنا احنا الان الحلقة 9، بكره راح تنزل 10 ما شاء الله. ان شاء الله يعني. يعني باقي لنا 5 حلقات. طبعا مجموع المشاهدات تعدى 120,000 اتوقع. طبعا نبيل، اكيد هناك يعني تحضيرات مسبقة لكل حلقة ولكل موضوع يطرح.
تحدثنا عن ورشة العمل اللي تقوموا بها، كيفية التحضير، كيف تطرأ عليكم الفكرة، وأكثر الأفكار اللي يعني من خلال الحلقات اللي طرحت تحسونها لقت فعلا رواج كبير ولقت استحسان. نحن كان تحضيرنا الأولي هي عبارة عن فكرة قعدنا فيها نحن كمجموعة بانوراما. اتفقنا على اساس انه يكونون المعدين الاساسيين نعم. الاخ شريف والاخ عبد الله الجروان، فاعطيناهم الفكره قعدنا فيها محصنا فيها، وهم انشئوا 15 حلقه جاهزات بحيث ان تكون ال 15 حلقه هاي كل حلقه يعني قابله للتغيير، اللي هي سواء كانت من المقدم نفسه او وقت التصوير من المخرج او مساعد المخرج. هاي من ناحيه الاعداد. من ناحيه التجهيزات نحن عندنا لوكيشن الحمد لله كامل، يعني غرفه مخصصه للتصوير. نعم. وجميع المعدات موجوده من كاميرات 5D و يعني الاضاءه والامور هاي الحمد لله كلها متوفره بجهود شخصيه طبعا، من جهود شبابيه كلها متوفره كلها. تم التنسيق مع الشباب ان كذا كذا، حددنا الايام المعينه للتصوير سواء كان الداخلي للمقدم او الخارجي للسكتشات. نعم. نحن جمعنا بين التقديم والسكتشات الخارجيه، وجميع السكتشات الخارجيه سويناها نحن انفسنا. صح انها عادات موجوده مثلا في اليوتيوب، موجوده كذا في اماكن معينه، لكن نحن ما اقتبسنا منها بس بتمثيل اشخاص من عندنا نحن، بحيث ان نحن نقلدهم ويكون بطابع مثل تعرفين ناخذ عليها شوي نزيد فيها البهارات الكوميديه عشان الجمهور يعني. لان الحين في عصر كل شيء سريع. صحيح. يمكن في ناس جادين وايد في حياتهم نتيجه ضغوطات العمل، غير عن الضغوطات اللي كانت سابقه في مرحله معينه من حياتنا، فتلقاهم يبون تنفيس، يبون ترويح من خلال ما يطلعون عليه من شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت. احنا نعرف ان برنامج يعني عسى خير لكل من يسال او يقول يتبادر الى ذهنه وين هذا البرنامج، ما شفناه ما نعرفه وين في اي قناه او وين. هو يعني يطلق على اليوتيوب. اكيد هناك نسبه مشاهده لا باس بها من قبل المشاهدين، تحدثنا عنها استاذ شريف. احنا طبعا ما حقول لك على كل حلقه لانه يعني الان ممكن لين تخلص حلقتنا. لا الحلقه الواحده يعني مثلا الان مثلا جالس ممكن تكون 15,000 بعد ساعه تكون 20. نعم. يعني فهو مجموع الحلقات مجموع المشاهدات بيكون مكتوب عندنا يعني في الشانل نفسه. في الشانل نفسه يعني الاخ رئيس المجموعه هو اللي عنده اكسس على هاي الباسورد والكذا يعني. ومجموع المشاهدات تقريبا فوق ال 120,000 شخص 120,000 يعني على الحلقات كلها يعني. وهذا بحد ذاته يعني بصراحه احنا نعتبر اول برنامج اماراتي مستمر الى الان، وسوف يستمر ان شاء الله يعني على 15 حلقه حتى على سيزون 2 يعني كمان ان شاء الله. سيزون 2 ما شاء الله. بصراحه هذا شرف لنا، فهمت علي؟ انه يكون لنا السبق في هذا الموضوع. في برامج كثيره اماراتيه طلعت صحيح، ولكن لم تستمر يعني. تكلمتوا عن الافيهات الاخيره اللي بدات تبرز وتظهر بكثره، خصوصا نحن كلنا نضحك عليها يعني، حتى في كل طلعه قمنا نقلدهم، خصوصا هاي اللي منتشره في كيكرز. هاي السلام عليكم انا كيكرز باي باي. هاي الحلقه يعني من ضد الحلقات كلها ضربه ضربه اللي هي كان اسمها التواصل الاجتماعي بشكل عام، اليوتيوب وفيسبوك ومن ضمنهم الكيك. فهاي الحلقه يعني كان عدد المشاهدين فيها بشكل كبير واللايكات بشكل كبير جدا. يعني من بعد الحلقه حتى السبسكرايبر ارتفعت بشكل ملحوظ، فلاقت استحسان قوي جدا. وحتى في من ضمن الكومنتات اللي كانوا يقولوا لي شباب انه ليش ما طحت فيهم اكثر يعني. لان نحن نحس ان نبغى حد يحط عليهم اكثر. صح. هو والله زودوها بيني وبينك. وكمان في عندنا شغله بعد نعتبرها يعني بصراحه انا واخوي عبد الله المعد الثاني بنعتبرها يعني شيء ايجابي للبرنامج. ممثلينا بالذات اللي بيمثلوا السكتشات الخارجيه، احنا ممثلين مسرح اصلا، ومعانا دورات مسرحيه وكذا، يعني متاهلين للتمثيل، متخمرين يعني. أيوة متودنين عدل. فلو حضرتك تفتحي حلقه التواصل الاجتماعي وتشوفي الاخ الممثل اللي عامل الكيكرز، اتوقع يعني اللي حاس نفسه انه كان ودي ايجابي بالكيكرز الاصلي راح يستحي حاله ما يعملها مره ثانيه. تذكر نبيل احدى الجمل المشهوره في عالم كيكرز من خلال احدى الحلقات اللي عملتها، الضوء مو بطايع يلبق. طبعا هناك اكيد لاي حدث او اي مشروع هناك صعوبات، هناك بعض العراقيل، هناك ايضا جهات تتمنون انها تدعمكم وتشارك. تحدثون عن نقطه الصعوبات وايضا الجهات المشاركه في دعم هذا المشروع. نحن طبعا في البدايه يعني الجهد طبعا في البدايه كلها شبابي وكل شخص فردي، جهود كلها فرديه. نعم. معدات فرديه.
لكن دعمتنا جامعه الشارقه بالمكان وبالامور هاي. ونحن تعاقدنا مع شركه خرابيش للانتاج الفني بحيث انهم يكونون الناشرين لنا اذا كان في الوطن العربي. اما من الامور الثانيه للاسف ما في حاليا، لكن الحمد لله يعني نحن يعني انا اللي استانس عليه ان الجهات الاعلاميه الحمد لله مو مقصره معنا. الحمد لله. يعني لما نتواصل مع اي تلفزيون او نتواصل مع مثلا صحيفه اماراتيه الجماعه ما يقصرون ابدا، يعني نحن دائما ندعم الابداع، يعني على طول ما يقصرون معي والله. حلو. ان نحن ندعمكم، فالكم طيب، انتم متى تبون، يعني حتى مثل ما تبي يحرجونك في انتم متى تبون، اي يوم تبون حاضرين، اللي انتم تبونه احنا حاضرين من جميل هذا التعاون. لكن نحن نتمنى الدعم يكون الدعم المادي نحن شويه في عندنا قصور فيه. يعني هو دائما في اي مشروع الدعم المادي هو الاول والاخير. يعني لولا الدعم المادي وراس المال كان الافكار كلها ما بتنجح والتنافس ما بيكون على مثل ما يكون. هل هناك يعني خطط مستقبليه يرسمها فريقكم، فريق بانوراما للفنون والمسرح؟ لقد سألت عن كبير. مجموعة بانوراما للفنون والمسرح يعني حلمها لن يتوقف ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا رب. احنا زي ما تفضل اخي نبيل، في منا المسرح، في منا الموسيقى، وفي منا خط الافلام القصيره والبرامج. حلو. انا حتكلم عن المسرح كوني المسؤول المسرح في الفرقه. ما شاء الله. احنا الان بصدد عرض مسرحيه اسمها بغض النظر، تتكلم عن العنف الانساني، وحاليا شغالين عروض يعني في الجامعه، وفي قبل كم من يوم كان في راس الخيمه. نعم. وان شاء الله مشاركين اخر شهر 3 في دوله الكويت في المهرجان الاكاديمي الثالث. وان شاء الله في برضه اخر الشهر هذا حيكون في عرض لمسرحيه بغض النظر بحضور احدى الشخصيات البارزه في المجتمع الاماراتي. ولكن قاعدين نسعى الحين، قاعدين نسعى يعني قاعدين تسعون عشان ما يكون كلامنا مستبق الاحداث. هو كوميدي يعني ولا؟ لا شخصيه بارزه جدا، يعني اجتماعيا معروف، هو اجتماعيا في المجتمع المحلي، واجتماعيا ووالد وسياسي وحاكم ان شاء الله ان شاء الله، ومثقف ومسرحي، ان شاء الله كني عرفت. هو اللي في بالك، هو اللي في بالك يعني. يعني بس قاعدين نسعى، بس لان الحين مش الموضوع مش اكيد 100%، يعني ما يقارب 80%. فنبغى نتاكد عشان ما نكون مصرحنا باي شيء ما يكون. جميل. الفرقه تتكون من كم شخص؟ ما شاء الله ما ذكرناهم نحن. العدد كبير، ونحن نستقطب لازلنا يعني اي شخص مثلا يبي ينتسب للمجموعه ما في مشكله. في شو عندكم النقص تحسون تبون اشخاص يفيدوكم في اكثر، في شو، في اي مجال؟ الإناث. من الإناث المواطنات بالتحديد صح. احنا يعني الفرقة تقريبا تتجاوز 100 شخص. النصف من جنسيات عربية والنصف الآخر إماراتيين. ولكن فعلا في الإناث حتى من الجنسيات العربية، ولكن اللي بدنا إياهم احنا المواطنات المواطنات يؤدون بعض المشاهد ولا صح إلى حد ما، سواء كان في التمثيل أو في التصوير أو الإخراج في أي أمر آخر. يعني نحن عندنا نقص في الفتيات الإماراتيات، ليس فقط في مجال التمثيل، في جميع الأمور الفنيه للاسف، في كل الاقسام والجوانب اللي انتم حتى لو كانت امور فنيه، تصوير، اخراج، مونتاج، يعني انتم بحاجه، حتى لو كان جرافيكس ما في مشكله، بحاجه بشده كمان. طيب نبيل، انت تقدم البرنامج وايضا تشارك مرات في بعض المشاهد، تؤدي الادوار ولا؟ قليل جدا، على اساس ان انا يكون تركيزي، يعني رؤيه المخرج انه يكون تركيز نبيل على التقديم فقط. تربط فيما بين الفقرات شريف ياخذ يعني يمثل بعد في السكتشات ما شاء الله مرات مش مرات وايد وايد يعني اكيد من خلال هذه الفرقه الرائعه، فرقه او فريق بانوراما للفنون والمسرح، يمكن الواحد يوم بيفكر في هذه الفكره يقول انا وين بضاهي باقي الجمعيات او المؤسسات او المراكز، ها دورهم انا ما يخصني. بس حلو بالعكس، برغم وجود هذا التجمع وهذه المراكز والجمعيات اللي تهتم بالمسرح والادب والفنون، الا انتم يعني اصريتوا ان انتم تاخذون لكم اتجاه ومنحى قريب منهم، ولكن يمثلكم اكثر بدمائكم وروحكم اكثر. يعني عندكم صوره جديده حابين تضيفونها. يمكن نحن بس تاكيدا لكلامك، نحن الحمد لله من شوفة اعمالنا في بعض اعضاء فريق بانوراما طلبوهم خارجيا لاعمال شركات خاصه. نعم. لان يقول نحن شفناك في روما، شفناك في مسرحيه كذا، فنحن نباك تمثل معانا. فالحمد لله هذا يعني يكفينا فخر. يعني حلو، جميل. ممثل كبير يطلبنا. نحن يعني نتمنى لكم التوفيق في تكوينكم لهذه الفرقه، لكل يعني خططكم المستقبليه، لكل افكاركم واحلامكم ان شاء الله تطبق على ارض الواقع، والكثيرين راح يزورونكم ان شاء الله ويطلعون على كل اعمالكم في موقع اليوتيوب.
ونشكركم نحن حقيقة على هذا الإبداع وعلى هذه القفزات. شكرا لك نبيل إبراهيم المازن، ممثل ومقدم برنامج عسى خير، وأيضا الأستاذ شريف أحمد الزعبي معد في برنامج عسى خير، وأيضا مرات تمثل وتدربهم، يمكن وتشرف على تدريبهم أيضا. وحابين نشكركم على وجودكم ونتمنى لكم التوفيق الدائم. الله يسلمك. الله يسلمك.